سلامات، اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات مايك وصوره بودكاست. انا عمر مصطفى ومعايا زميلي وصديقي العزيز عماد محمود، والنهارده عندنا ضيف عزيز ومميز صديقنا اسلام الشرقاوي. اسلام هو ضيفنا النهارده واللي هنتكلم معاه عن شغله والشغف بتاعه كفنان تشكيلي ونحات تحديدا، وهنتكلم كمان عن امور تانية اسلام مهتم بيها وبيحب يعملها. اعتقد حلقه النهارده ممكن تكون حلقه لطيفه على اكتر من مستوى، على مستوى اكتشاف شخصية زي شخصية اسلام الشرقاوي، وعلى مستوى كمان احنا هنعرف معلومات جديدة ومفيدة عن امور زي الفن التشكيلي والنحت، يمكن الجيولوجيا، يمكن البيولوجي، النباتات بقى والحيوانات بالظبط. اهلا يا اسلام. يا اهلا وسهلا. اسلام، عايزينك تكلمنا الاول عن نفسك. انت بتعمل ايه في الدنيا ووصلت ازاي للي انت فيه النهارده؟ يعني انا ابتديت الحياة في بيت يعني بيشتغل في الفن، وابويا توفى هو من زمان، كان نحات برضو، فانا يمكن مشيت برضو في سكة النحت دي. هي اتأثرت طبعا بيه وانا صغير، واتأثرت بفكرة ان النحت إمكانية إن الواحد يصنع من لا شيء حاجة إحنا نقدر نتصل معاها بطريقة ما، أو نستمتع بيها بالنظر ليها، أو إن إحنا تفكرنا بحاجة تانية توصل معانا، تحرك خيالنا. قبل ما ياخدنا الكلام، بس إسلام أنت كام سنة النهاردة؟ عندك كام سنة؟ أنا دلوقتي 40. عظيم. يعني أنت درست الفن التشكيلي وبتمارسه حاليا؟ درست في كلية فنون جميلة جامعة اسكندرية من 2000 ل 2005، ودرست في قسم نحت، تخصص نحت ميداني. تخصصي هو مهتم بالاكتر بالتماثيل اللي بتبقى في المجال يعني في الفضاء العام، زي في الميادين او في الاماكن العامه، سواء نصب تذكاريه او الى اخره. طب الفن التشكيلي في تخصصات مختلفه وكلها يعني بتأدي نفس الغرض، الامتاع، الالهام، يعني تمثيل الطبيعه وتمثيل الحياه، الجمال بشكل عام. والجمال. يعني ليه اخترت النحت؟ ليه مش الرسم؟ ليه مش اي تخصص تاني؟ النحت عموما شوية عامل زي المديتيشن برضو. هو في حاجة كده بتبقى انت في لحظة من اللحظات، انت والشغل والحاجة اللي انت بتعملها وتخيلك، وازاي بتتحكم في الخامة اللي في ايدك دي، سواء طين او خشب او حجر او ايا كان نوعها، وهي بتتشكل وشكلها بيتغير قدامك من الشكل اللي هو لا يدل على شيء ولا اي ملامح، وبعد كده يبتدي يبان حيوان او انسان او حاجة نقدر نتعرف عليها. حيوان او انسان او نبات او اي حاجه يعني، او اي شكل من الاشكال اللي احنا زودت بقى بلد وجماد، ممكن نلعب بقى اتوبيس. ايوه ممكن. طيب يعني بلاش مهم. طيب يعني الفن، يمكن عشان في ناس بيسمعونا ممكن ما يكونوش يعني عندهم فكره كفايه عما يتطلبه ان الواحد يبقى فنان. اكيد بيكون في موهبه في البدايه الواحد بيكتشفها، وبعدين بيثقلها بالدراسه وبالممارسه، صحيح؟ اكيد طبعا. هو يعني من اللي انا اتذكره بعض الفنانين اللي درسوا لي في الحياه وكده، كان بعضهم بيقول لك ان العامل الموهبه ده هو مش اكتر من 5%، الباقي هو المجهود والاجتهاد. فلو افترضنا ان 2 دخلوا في مجال الفن، واحد فيهم عنده موهبه والتاني ما عندوش موهبه، والموهوب ده ما بذلش المجهود الكافي، واللي ما عندوش موهبه ده بذل مجهود كافي جدا، في النهايه اللي ما عندوش موهبه ده هيبقى فنان اعظم بكتير من اللي كان عنده موهبه. ايوه، بس ما اشتغلش عليها. ايه ده فعلا؟ هو في النهايه الشغل والمجهود. بتخيل انه يعني مثلا يعني ده حتى ده ينطبق على الفنانين اللي هم النوابغ. يعني مثلا حد زي فان جوخ، اكيد ده كان عنده درجه موهبه، مش دافنشي مثلا، اكيد ده كان عنده درجه موهبه مش طبيعيه. يعني هي ما بتبقاش الموهبه، لا، هي بتبقى مجموعه من العوامل. ممكن هو كان عنده الموهبه، ولكن الموهبه دي هو لو لم تتاح له الظروف او البيئه المناسبه والملائمه لنمو الموهبه دي ووصولها للنبوغ اللي هو وصل ليه ده، هو والانجازات العظيمه والابداعات العظيمه اللي ابدعوها الناس اللي انت اتكلمت عنهم دلوقتي، كانش هيوصل لده. يعني لو كان اتولد في بيئه تانية عند ناس مثلا بيشتغلوا في اسطبلات خيل، فهو حياته كلها ما كانش هيبقى عنده ممكن يطلع المنفذ. لان هو هنا في جزء برضو تاني، ان هو لازم تتوفر البيئه المناسبه لنمو
الموهبه دي هي. طيب في حالتك يا اسلام، كان ايه العوامل اللي ادت بيك لان انت تختار ان ده يكون الكارير بتاعك والحاجه اللي تحب تعملها طول حياتك، واللي ساعدتك ان انت تبقى فنان سعيد بكونك فنان؟ يعني هو انا اعتقد ان الانسان الى حد كبير، وده مش بعيد عن الكلام اللي كنا لسه بنتكلم فيه، ان هو ابن بيئته، ونظرا ان انا نشأت في بيئه هي بتقدر الفن، وابويا فنان تشكيلي وامي كاتبه، ففكره الفن والادب كانت اصدقاء اهلي لما كانوا بيجوا البيت كلهم من مجال الفن والادب، فانا نشأت في الجو ده هو. فكان بالنسبه لي المفاهيم دي كلها انا نشأت فيها، فهي كانت بالنسبه لي ما هياش شيء انا هبحث عنه، وده اللي بيجعله اصعب بالنسبه للناس ما نشأتش في بيئه زي كده. وده يرجعنا لنقطه مهمه جدا، هي ان لما بتيجي تشوف دلوقتي في اعمال كتير بتبقى محطوطه في الشوارع من بعض التماثيل، بتلاقي في السوشيال ميديا بيطلعوا صور لحاجات زي كده كتير، نماذج سيئه جدا من الفن والى اخره. لما باجي اشوف الحاجات دي حاجه بتحزنني جدا، لان طبعا انا اتربيت على ميراث يعني فكره الفن ده، وبعد كده لما دخلت الكليه ودرست، وبعد كده انا طول عمري احب ان انا اطلع واقرا يعني ازود من بمناسبه الاطلاع والقرايه. معلومه بس للي بيسمعونا، اسلام انا اعرف اسلام من حاجه و20 سنه. انا افتكر كويس جدا واحنا في اعدادي كنت بروح لاسلام البيت، كنت بقى عنده موسوعه بريتانيكا بالمجلدات بتاعتها، كان بيقعد يقرا فيها واحنا في اعدادي يعني. احنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده كتير، لانه اسلام مش فنان بس، مش مجرد مش مجرد فنان، عنده اهتمامات مدهشه الحقيقه ومتنوعه. يعني والله اشكركم على الكلام الكبير ده هوت، يعني اتمنى ان انا اكون لا هو مؤكد ان في سبب منطقي ان انت تكون اول حلقه في البودكاست، يعني ده حاجه تشرفني يعني عموما. لا هنمسح الجمله دي، لان احنا مش عاوزين بقى جو ايوه جو طيب اسلام، يعني انا ما اعرفش احنا عندنا نحاتين كفايه في مصر ولا لا، عدد النحاتين هل هو قليل ولا معقول؟ بس عايزك تقول لي، كونك نحات مصري وعايش في مصر، هل بتعتبر ان حظك كويس؟ يعني هو ممكن تبص للموضوع ده من اكتر من وجهة نظر. يعني طبعا تقدير الفن في مصر، ولو ان في يعني حركة لا بأس بها، برضو الواحد لازم يتكلم في ده، ولو الواحد يعني نشيط بما فيه الكفاية وبيتعب وبيجتهد، ممكن يوصل لنتيجة من خلال القنوات دلوقتي. معارض اكتر بتتعمل وعلى مستوى الدولة بشكل اكتر، مع التنمية العمرانية الجديدة اللي في اماكن مختلفة من البلد، في حاجة للتماثيل والجمال. وانا شفت اكتر من حاجة من نماذج منهم في كومباوند دلوقتي جنب العاصمة الإدارية الجديدة، من أوائل الحاجات اللي اكتملت هناك دلوقتي. ولتاني سنة السنة دي كانوا بيعملوا سيمبوزيوم نحت، ويدعوا فنانين كتير من العالم، وفي بعض طبعا لازم مشاركة مصرية برضو موجودة، بينتجوا أعمال على مستوى عالمي من الفن بشكل معاصر. طب خليني أرجع معاك بالذاكرة شوية لورا، يعني أنا هحاول أعيد صياغة السؤال بتاعك يا عمر إذا كنت فهمته مظبوط. يعني فكرة ان انت فنان تشكيلي وتحديدا نحات مصري، هل ده ميزة او عيب؟ ليه؟ لانه لو رجعنا بالذاكرة لورا هنلاقي انه مصر عندها اكتر ارث ثقافي بالنسبة لمصر، هو التماثيل الفرعونية والمسلات الفرعونية، او يعني اعمال النحت العملاقة والضخمة والعظيمة جدا من ايام المصريين القدماء. اعتقد ان ده كان سؤالك ولا لا؟ انا كنت هوصل للنقطة دي هي، وهتكلم في ان دي احد المميزات ان الواحد يكون نحات وعايش في مصر. هذا الميراث العظيم من الاعمال النحتيه، وان انا يبقى عندي القدره ان انا اروح اتفرج على الشغل ده في المتاحف وفي المعابد وفي كل الاماكن الاثريه دي حاجه مهمه جدا. والواحد بيحس ساعتها ان هو بيتصل بالاجداد وبالماضي والتاريخ والحضاره المصريه القديمه، اللي انا بعتبرها جزء مهم من التاثير كمان في الشغل بتاعي. الى حد كبير انا بحاول ان انا ادخل جزء من الطريقه الفنيه في الاعمال بتاعتي متاثره الفن المصري القديم، واحيانا بتعامل مع بعض المواضيع زي بعض الحيوانات اللي كانت بتقدس في مصر القديمه، بحاول ان انا اقدمها بطريقه حديثه شويه. طيب يعني ده جانب ايجابي من كونك نحات مصري عايش في مصر. طبعا. هل في جوانب غير ايجابيه او احباطات او تحديات؟ يعني طبعا الاحباطات العامه يعني بدايه من عدم تقدير العام. يعني بحاجه تحزنني جدا ان هو المجتمع المصري بشكل عام في عدم تقدير. لما تيجي تبص بشكل
خارج بقى الدوائر المهتمه بالفن التشكيلي، هتلاقي ان الجموع العامة ما عندهمش حب لده، غير طبعا في جزء تاني وله علاقة ببعض الافكار المتشددة، ان فكرة حرمانية النحت والى اخره. وده بيحزنني ان احنا في العصور الحديثة ديت وفي العصر الحديث ده، وبلد زي مصر بلد كبيرة وبلد مهمة في العالم، من المهم ان يكون في حب للفن وحب للجمال، ويبقى ده موجود ومنعكس في الشعب نفسه، ويكون بيأثر في الناس العادية، يعني ما يبقاش بس مجرد لمجتمعات خاصة ويعني مجتمعات المثقفين اللي هي عدد محدود برضو من الناس، ما بتلمسش قطاعات أكبر يعني. تحس ان هم في الآخر برضو بيكلموا بعض، يعني ما هي دايرة مقفولة بالظبط. هي دي فكرة أنا يعني عايز أناقشها شوية أو يمكن أتحداها شوية. هل يعني كون إن قطاع كبير من المصريين نظرا للحالة الحضارية اللي احنا فيها والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لا يتذوقوا الفن التشكيلي بشكل منتظم ومش بيتعرضوا له كفايه، هل ده معناه ان هم ما عندهمش ذوق كفايه، ان هم ما يقدروش يتذوقوا؟ يعني لو شافوا تمثال يقدروا يحكموا اذا كان جميل ولا لا؟ يعني انا تصوري انه في جزء من الموضوع ليه علاقه بالوعي. الفكره لا، هي الفكره مش فكره كده. اكيد لو اي حد هتوري له تمثال وحش وتمثال كويس باي وعي بسيط جدا، او اي مهما كانت بساطته، هيقدر يقول لك ان ده كويس وده وحش. ولكن هي مش دي الفكره، هي فكره الاهتمام. يعني ما انت ممكن يبقى الوحش قدامك وانت كده مش فارق معاك، زي كومة زبالة وانت بتعدي عليها كل يوم ومش فارق معاك، تمام. فكرة اللامبالاة، عدم الاهتمام، لان طبعا زي ما انت اتكلمت في نقطة الظروف الاقتصادية، وان هو كل واحد عنده صراع لا ينتهي من اجل الحصول على لقمة العيش والى اخره. دي ممكن تبقى رفاهية بالنسبة له، انه فن تشكيلي ايه في الظروف. وانا لما باجي اقول انا حزين، ده انا مش حزين من الناس، انا مش ما عنديش مشكلة مع، يعني انا مش، انا بالعكس حزين عليهم، انا حزين عليهم لان انا اتمنى ان هم يبقوا في حالة اقتصادية احسن وفي حالة اجمل، ويبقوا عندهم من الرفاهية ومن الوقت ما يسمح لهم بتذوق الفن التشكيلي. وان هو ودي حاجة صعبة يعني هل صعب ان احنا ندركها في ظل الحالة الحضارية اللي مصر بتعيشها؟ هل مسألة بعيدة قوي عننا ولا ممكن شوية مجهود تساعدنا ان احنا نوصل لده؟ احنا عندنا ناس مؤهلة لانها تعمل اعمال نحت عظيمة، وعندنا القدرة على ان احنا يبقى عندنا في كل شوارعنا اعمال فنية بديعة لفنانين مصريين، ولكن الإرادة أو المسؤولين في المحليات وفي الأماكن اللي هي بيتعمل فيها الأعمال السيئة اللي احنا بنشوفها دهيت، بيكون في جزء فساد في الموضوع. لأن حتى لو في تابع للدولة بعض المراكز الخاصة بنسخ حتى بنسخ الأعمال المصرية القديمة، فأنت من الممكن حتى لو أنت مش عايز تجيب أعمال لمبدعين حديثين أو مبدعين معاصرين عايشين معانا، ويبقى في مساعدة برضو للحركة الفنية وإلى آخره، ومساعدة للتوصيل ما بين الناس والفن أو الفنانين والناس، نوع من الاتصال ما بينهم من خلال الشارع. أنت من الممكن أنك تجد بعض النسخ تقوم بصناعة أو تاخد وبسعر رخيص جدا، يعني الموضوع مش هيبقى مكلف، وتعمل أعمال نسخ طبق الأصل من أعمال يعني مصرية. يعني احنا لا ينقصنا الناس اللي تقدر تعمل ده، ولا ينقصنا ولا الامكانيات ولا المنظومه مش بتدعم المساله. المنظومه او بعض المسؤولين، اللي هو ان دايما المشكله ان احنا بندي حاجات لناس غير متخصصه. فممكن يبقى حد مسؤول عن التجميل في احد المدن هو ما عندوش اي فكره عن الفن او التجميل، او بنوكل الامر لغير اهله يعني. بالظبط. فدي اكبر مشكله يعني. فبيوصل بينا الموضوع بقى ان احنا نشوف تمثال زي نفرتيتي وتمثال ابو تيج يعني انا ما بحبش اتفرج على الحاجات دي. بس مش بتشوف يا اسلام انه انتقاد الناس واستهجانهم لبعض الاعمال الفنيه الفجه، اللي يعني مش هنسميها حتى اعمال فنيه، الاعمال الفجه دي من المنحوتات اللي احيانا بتوضع في بعض الاماكن، مش بتشوف ده شيء ايجابي ان الناس يعني ترفض؟ هو انا هقول لك على حاجه. انا يعني في طبعا الموضوع هنا اول حاجه انا شايف ان ده بديهي ان اي انسان عنده طبيعه سويه ان هو يستنكر حاجات زي ديت، ولكن بتشوف ده مش كفايه يعني. لا مش كفايه، لا مش يعني هي الفكره ان هو انت في الاخر عندك في اعمال تانية كتير برضو سيئه جدا وبتعدي على الناس دي برضو. ما يعني ما هوش ده مش حكم على المستوى. يعني انت زي ما بتقول ان انت عندك في لو هنقسم المستويات من الأسوأ للأحسن ونتكلم على ان الأعمال الكلاسيكية دي بتاخد درجة 10، تمام،
والاعمال المتوسطه هتبقى في حدود مثلا 5 6. تمام. فتمثال نفرتيتي وتمثال قطاطا اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اللي هم واحد، بس احنا الحاجات اللي بتعدي عندنا 2 و3 بيعدي عادي على الناس وما بيتكلموش عليها يعني. بس انا اتصور انه يعني انا عندي برضو وجهة نظر، بس مش عارف هي ممكن تكون مالهاش علاقة بالفن يعني. انا اعتقد انه مثلا في حالة تمثال زي تمثال مدينة ابو تيج ده او ستي قطاطا ده، هو تم قرار يعني صدر قرار بازالته بسبب ضغط من السوشيال ميديا، ولكن انا في تصوري انه الضغط بتاع السوشيال ميديا ده برضو ممكن يكون من طبقة ما هياش الطبقة اللي هي ممكن تعدي الموضوع، يعني من طبقة ممكن تكون متمسة مع الفنانين، بس مش شرط اهل الرأي يعني، خلينا نقول عليهم كده مثلا، اللي هم برضو دايرة في الاخر دايرة مغلقة، لكن هم صوتهم ممكن يكون مؤثر. صحيح. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن مجتمع محلي في حاجة حصلت في نطاقه وانتقدها، بس مش شرط ده يعني زي ما كان اسلام بيقول، مش شرط ده يكون انتصارا للفن الجميل على قد ما هو يعني مهاجمة مثلا للفساد اللي هم زهقوا منه، اللي هو بقى يعني ظاهر قدام عينيهم بالشكل الفج ده، فقرروا يتكلموا يعني الموضوع خلاص وصل لدرجات ما ينفعش تسكت عنها بعد كده يعني. مش يعني هنا ده مش مقبول، ده يدعو للصراخ يعني. ايوه. ولكن لو هنتكلم على المستويات السيئة، في حاجات كتير مستواها سيء جدا جدا، ومنها اعمال بتعدي يعني على اعتبار انها بعضها اعمال لناس فنانين بيعتبروا فنانين مهمين يعني، فنانين كبار يعني، لكن لكل عمل ظروفه وفي قصص كتير وهكذا يعني. طيب انا كنت عايز اسالك من شويه اسلام بخصوص فكره انك تبقى فنان تشكيلي مصري عايش في مصر. هل الفن التشكيلي والنحت تحديدا بياكل عيش؟ يعني ابني دلوقتي لو جه وقال لي انا عايز ادرس نحت، هل هيبقى غريب لو انا قلت له يا ابني نحت ايه؟ انت يعني دي هتبقى شغلانه يعني صعب ان انت تعيش منها. هل ده ستيريوتايب يعني مغلوط؟ يعني هو طبعا السؤال ده سؤال صعب شويه، ولكن هي الطريق بتاع النحت ده زي اعمال كتير مشابهه اللي هي اعمال فنيه بتعتمد على ان يعني او هي انت حر، انت فنان حر. أيوة. ما انتش بتاخد مرتب، ما عندكش حاجه شاعر ايا كان سواء ايا كان المجال من المجالات دي، هي بتقضي وقت طويل جدا، مجهود طويل جدا، وبتعاني في حياتك معاناه طويله جدا عشان توصل لاي حاجه، ولكن مع الوقت ومع الخبره بتبتدي تجيب همها، وفي نفس الوقت بيبقى عندك حريه مش موجوده عند ناس كتير جدا. فده جانب ايجابي. فانت بتضحي بالاستقرار المادي وبتعاني لفتره طويله من الزمن وبتعيش دايما في تقلبات، ولكن هي في الحياه في النهايه لما بتيجي تقيسها وتبص لها كده بتلاقي نفسك ان انت يعني لو انت عندك اصرار كافي لا فالموضوع مستاهل. لكن ما حسيتش في اي وقت من الاوقات ان ده كان اختيار شويه جريء منك، ان انت كان ممكن تاخد اختيارات امنه اكتر والفن كان يبقى حاجه انت بتحبها على المستوى الشخصي وخلاص؟ كان ممكن، بس هو عمره ما بينفع يبقى كده. لازم يبقى انت عندك حاجه اساسيه هي دي اللي انت بتمشي فيها وبتكمل فيها، غير كده هتضحك على نفسك يعني، تقول لان انت مش هتلاقي الوقت يعني. والله انا كان امنيتي الخياليه يعني ان انا كان يبقى عندي القدره ان انا اكون في اكتر من مكان في نفس الوقت وبعمل حاجات مختلفه، ولكن للاسف ده غير ممكن لحد دلوقتي غير ممكن حتى الان. انا بمناسبه ده انا افتكر كويس، او ممكن لو معاك فلوس كتير قوي يعني. انا افتكر انه في وقت من الاوقات واحنا برضو في اعدادي في مره اسلام اتسال سؤال مباشر، انت عايز تخش كليه ايه؟ فجاوب اجابه كانت مختلفه عن فنون جميله. قال انا فاكرها لحد دلوقتي من حاجه و20 سنه فعلا يعني. قال انا عايز اخش كليه علوم قسم حيوان. ده اعتقد ده يفسر ليه. بالمناسبه يا جماعه برضو اسلام بيعمل تماثيل حيوانات تبقى فاضلها ثانيه وتنطق كتير، مثلا ممكن يبقى على البحر واسلام يقرر ان هو ينحت تمساح بحجمه الطبيعي من الرمله، فاللي بيشوفه من بعيد ممكن يفتكر ان ده تمساح بجد ويطلع يجري، والناس ممكن تقعد تصوت بقى وتطلع تجري يعني. فبرضو اعتقد ان ده ليه علاقه في علاقه خاصه ما بينك وما بين عالم الحيوانات وعالم النباتات والجيولوجيا كمان. طبعا يعني من وانا صغير كان حبي للكائنات الحيه يعني، لكل ما هو يتحرك. انا كان بس عندي سؤال، هل نقدر نعتبر ان ده من مصادر الالهام بتاعتك؟ ايه العلاقه مع الوضع في الاعتبار ان انت يعني انا فاكر الاجابه دي، انا فاكر الاجابه بتاعت انه انا عايز اخش كليه علوم قسم حيوان. ده كان في جزء من حياتي كنت بفكر في من حبي للحيوانات والطبيعه، كنت بفكر في ان انا اعمل حاجه ليها علاقه بالعلم او بالطبيعه، حتى طب بيطري في وقت من الاوقات برضو فكرت في الفكره دي وتطلع بقى ديفيد أتنبرو. ايوه ولكن
يعني في مرحله من المراحل حسيت ان انا ممكن برضو ان انا يعني اكمل حبي للعالم دهوت بان انا امثله في الفن بتاعي، ان انا اعمل اعمال فنيه مستوحاه وتفرج الناس على حاجات يمكن هم مش متعودين ان هم يشوفوها او ناسين انها موجوده او الى اخره يعني. فده يبقى نوع من ان انا يعني بحاول ان انا انقل صوره، وده الى حد ما هي دي شغله الفن، ان انا بنقل صوره في حاجه معينه شفتها عجبتني فبوريها للناس، بطلع للناس حاجه منها بس من منظورك انت طبعا، من منظوري يعني بالظبط، هي دي الفكره. بس انت مش مجرد محب للموضوع من بعيد لبعيد، يعني يمكن اللي بيسمعنا ما يبقاش متخيل الموضوع واصل لايه يعني. اسلام عارف مملكه الحيوان وتقسيماتها وتفريعاتها، وعارف الاسماء العلميه للنباتات وللحيوانات فالموضوع واصل معاك لمستويات متقدمه شويه. ده فرق معاك كتير كفنان ولا موضوع شخصي؟ هو فرق معاك كإنسان عموما، لان من سن مبكر وانا ابتديت في فكره ان انا احب المعرفه ونحب ان انا اشوف يعني اعرف العالم اللي حواليا ده بيكون من ايه، ودايما كان عندي الفضول ان انا اكتشف حاجات جديده واعرف. طول الوقت عندي زي مخي ده جعان، عايز طول الوقت ياكل معلومات، عايز ياكل طول الوقت معلومات، عايز وبعدين حتى من لما بعد كده لما دخلت في الفن والحاجات دي طبعا بالنسبه لي الحاجات كلها بتوصل لبعض في الاخر. يعني لما باجي افكر في الحيوانات دي بتعيش في بيئه، البيئه دي بتتكون من صخور وتربه ونباتات وكائنات اخرى يعني، فانت عندك جيولوجيا وعندك نبات والى اخره، ايكو سيستم. واحنا كبني ادمين احنا عايشين في ده، احنا مش منفصلين عن ده، احنا جزء منه. فانا بالنسبه لي هذه المعرفه هي معرفه انا بكتشف نفسي وبكتشف البيئه اللي انا عايش فيها من خلال ده. والنحت نفسه درسنا فيه لما دخلت الكليه برضو، وده طبعا الواحد طول الوقت بيعملها طول ما هو بيتفرج على حاجه، انه بيدرس التشريح، بيدرس اشكال الكائنات الحيه، شوف العلاقات ما بين الاشكال الكائنات المختلفه في تشريحيا وبصريا. بندرس انواع الصخور وانواع الاخشاب والحاجات اللي زي كده، لان دي خامات احنا بنستعملها. التكوين الكيميائي للطين والخامات مختلفه من الخامات اللي بنستخدمها، فبيخليك تبحث في الكيمياء والجيولوجيا، وبعد كده بتيجي تدرس تاريخ الفن، فانت تدرس تاريخ برضو مع الموضوع ده وايه التغيرات اللي حصلت. فانا بالنسبه لي الحاجات دي كلها هي متصله ببعض في الاخر، هي ما بحسهاش ان هي بعيده عن بعض. يعني انا بحس ان هو ده جزء من كوني انسان عايش في العالم ده، لازم ابقى فاهم فهمي للدنيا ديت. وفي الشغل بتاعي الحاجات دي بتديني الهام وبتديني افكار شبابيك تانية بتخليني اشوف حتت تانية مختلفة. يعني الفنان مش بس صح يكون عنده صنعة ان هو بيعرف ينحت كويس او يرسم كويس، لكن كمان في افكار ورا الصنعة دي، افكار بتوجه الصنعة دي في اتجاهات معينة. هي اعتقد ان هي ده التعريف الحقيقي للفن. ان وللناس اللي عايزة تبقى مبدعة زي ما قلنا في الاول، الوقت والمجهود دول اهم من الموهبة، وهو ده اللي بيفرق في الحقيقة، من ان هو مثلا واحد عمل مجهود تماما بقى صنايعي شاطر جدا، بس من غير المعرفة والثقافة هو عمره ما هيبقى فنان. هو خلي بالك يا عمر برضو، قبل ما انت تيجي كنت انا قاعد بتكلم انا واسلام في حتة الابداع، والابداع اصلا بيجي منين يعني. فكان من ضمن الحاجات اللي كنا بنتناقش فيها فكرة ان انت لازم تكون بتستهلك في البداية. يعني لو افترضنا ان حد زي نجيب محفوظ مثلا، واحد من اعظم الروائيين اللي حصلوا في التاريخ يعني، نجيب محفوظ كان عنده وقت ثابت يقرا فيه، طبعا مخصص وقت ثابت يقرا فيه وما بيهزرش في الموضوع ده بشكل يومي، بيشحن علشان يقدر يبروديوس لازم يكونسيوم، لانه عشان يقدر يستهلك يقدر ينتج لازم يستهلك الاول. فاعتقد الاستهلاك ده جزء منه ليه علاقه بقى بالنباتات والحيوانات والكيمياء والفيزياء. وده اللي بيقول برضو انه ليه كان الفنانين بقى بتوع زمان، يعني برضو اللي هم الطفرات، اللي هو بقى حد زي دافنشي. ما هو دافنشي ده ليه اختراعات، في اختراعات لحد النهارده بياخدوا من رسومات هو رسمها ويكتشفوا ان ده كان اختراع، بس هو ما كانش كاتبه يعني. صحيح. ايوه صحيح. فده يقول ان هو على المستوى المعرفي برضو حد متقدم جدا. ده حقيقي. وده زي ما كنا بنقول هو فكرة البيئة المناسبة والانبوت والمجهود والشغل. يعني هما العوامل دي كلها لما بتجتمع مع بعض بتنتج شخص عبقري زي دافنشي. هنزود عليهم 5% بتوع الموهبة. طيب اسلام، ماذا عن المستقبل؟ بتفكر في ايه مشاريعك للمستقبل؟ ايه اللي انت
تتمنى انك تقدر تنجزه في مشوارك كفنان؟ يعني والله اتمنى ان انا يبقى عندي الفرصه في ان انا اعمل اعمال اكتر، اجرب خامات اكتر. لان أنا زي ما قلت في البدايه، هو فكره النحت ذات نفسه هو بالنسبه لي هو ده الهدف. يعني كل ما بعمل تمثال جديد او حاجه جديده انا بحس ان ده في اضافه حصلت في حياتي انا شخصيا. واتمنى ان في يوم من الايام اعرف اعمل مجتمع في مكان ما، نزرع الارض ونبني مجتمع مبني على طاقة نظيفة، ومش محتاجين اي حاجة. يعني توتالي اوف جريد، نعمل ننتج كل اكلنا شربنا طاقتنا كل حاجة ننتجها بنفسنا. ناخدنا معاك. ايوه ليكم اماكنكم محجوزة من دلوقتي. اكيد. اسلام، انا سعيد جدا بالكلام معاك. دايما الكلام معاك ملهم ومفيد. وانا يعني انت مش بس صديقي، لكن انا واحد من المعجبين بالشغل اللي انت بتعمله كفنان. اتمنى ان انت دايما تفضل تلهمنا كده وتكمل الحاجة الجميلة اللي انت بتعملها. يعني انا متشكر جدا. مش عارف يعني لما بتقال الكلام حلو قوي كده الواحد مش عارف يرد عليه ازاي يعني، ولكن يعني المشاعر متبادلة. وزي ما قلت انا يعني بعتبركم اهل كمان، مش مجرد اصدقاء بس يعني. فمكانكم محجوز في الكوميونتي، هتيجوا وهنبقى اوف جريد بعد كده. ايوه. شكرا يا عماد. لا انا متشكر جدا ليكم على الحوار الجميل. اشكركم جدا. نشوفكم ان شاء الله، او تسمعونا في حلقة جديدة من بودكاست مايك وصورة. كونوا دايما بخير وسلامات.